السلام عليكم طلاب تالتة اعدادي الغاليين، عاملين ايه؟ معانا امتحان جميل جدا هندسة. بيقول لي قياس القوس الذي يمثل تلت قياس الدايرة. كلنا عارفين ان الدايرة كلها بكام؟ الدايرة كلها ب360. طبعا برضو كلنا عارفين ان نص الدايرة بكام؟ 180. طيب ربعها؟ الربع ب90. التلت ب120. عرفت منين يا مس؟ واضرب التلت في كام؟ 360 يديني كام؟ 120. أصغر دايرة يمكن رسمها تمر بالنقطتين ألف وباء، حيث ألف ب8 سنتي، ألف باء ب8 سنتي. طيب أنا عندي 3 احتمالات. يا إما يقول إن أنا عايزة يكون، هو بيقول لي طول نص قطرها بكام. أنا عندي 3 احتمالات. يا إما يكون نق ده أقل من نص ألف باء، يا إما يكون عندي نق ده بيساوي نص ألف باء، يا إما يكون نق ده عندي أكبر من نص ألف باء. لو أنت عايز ترسم أي دايرة بتمر بنقطتين بس هو حدد لي نص القطر، لو حدد لي ان نص القطر ده اقل من نص الف باء، ولو حدد لي ان هو بيساويه، ولو حدد لي ان هو اكبر منه. طب لو اقل ما اقدرش ارسم ولا دايره. طب لو بتساويه انا عندي دايره واحده بس، ودي بقى اللي بتسمى اصغر دايره بقدر ارسمها. طيب مش نص الف باء، مش الف باء كله 8، نصه كام؟ نص 4. يبقى اي دايره اقدر ارسمها او كام دايره اقدر ارسمها هي دايره واحده بس. لو ايه؟ لو نص القطر عندي بيساوي نص الف باء. طيب لو بقى نص القطر عندي اكبر من نص الف باء، عندي كام دايره؟ عندي دايرتين. ولكن لما يقول لي اصغر دايره، اعرف ان اصغر دايره دايما بيساوي ايه؟ النق بتاعه بيساوي نص الف باء اللي عندي. طيب عدد الممسات المشتركه المرسومه من نهايتي عدد الممسات المشتركه للدائرتين متمثلين من الخارج. طيب متمثلين من الخارج انا عندي كام حاجه؟ نجيبهم من الاول كده. انا عندي دايرتين متباعدتين، كم مماس؟ 4. فين يا مس؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. طب لو دايرتين متماستين من الخارج، ادي 1، 2، 3، يبقى كم مماس؟ 3. طب لو دايرتين متقاطعتين، كم مماس؟ 1، 2. طيب لو دايرتين متماستين ولكن من الداخل، عندي كم مماس؟ هو مماس 1. طب هنا قال لي ايه؟ من الداخل ولا من الخارج؟ لا، هنا قايل لي من الداخل، يبقى عندي كم مماس؟ مماس 1. بيقول لي بعدها الممثلان المرسومان من نهايتي القطر. كلنا عارفين ان اي ممثلين من نهايتي القطر متوازيين. الدايره اهي والقطر بتاعهم ده مركز، ده نص القطر يعني والمركز، والمماس اهو والمماس اهو، مالهم؟ متوازيين. طب لو من نهايتي فرة بقى، لو من نهايتي ايه يا مس؟ وتر، يبقى المماس ده عامل كده والمماس ده عامل كده، يتقاطعوا في نقطه. في الحاله دي اقول ان الممثلين مالهم؟ متساويين. يبقى لو من القطر متوازيين، لو من وتر متساويان. طيب متساويين في الطول طبعا. طيب بيقول لي دائرتين ميم ونون متمثلتين من الايه؟ من الداخل. طيب طول نص قطريهما 5 و3. نفكر نفسنا، لو متمثلين من الداخل فانا عندي ميم نون بيساوي ايه؟ بيساوي الفرق ده لو من الداخل. مين الفرق؟ يعني 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 يديني 2. طيب لو متمثلين من الخارج، الخارج بيساوي ايه؟ بيساوي المجموع. لو هو كان قال لي ميم نون ونون دايرتين متمثلتين من الداخل، يبقى انا عندي الفرق. لو قال لي ميم ونون دايرتين متمثلين من الخارج، يبقى انا عندي ايه؟ المجموع. كنت اقول له 5 زائد 3 ب8. طيب الف باء جيم. طيب نكمل. بيقول لي الف باء جيم مثلث متساوي الاضلاع مرسوم داخل دايره. ادي المثلث اهو والدايرين. طيب طالما مثلث متساوي الاضلاع، يعني كل زاويه فيه بكام؟ 60 60 60. تقدر تقولي ان ده زاوية محيطية القوس بتاعها ده الف باء جيم اهو. هتقولي ان الزاوية المحيطية دي القوس بتاعها ده الزاوية ب60، يبقى القوس 120. القوس ضعف الزاوية المحيطية. نفس الكلام هنا، ده 60 يبقى ده 120. نفس الكلام هنا، ده 60 يبقى ده 120. طيب يبقى القوس عندي الف باء بكام؟ 120. في حل تاني ممكن حد يقول لي يا مس طب بدل ما اقول الزاوية، طب ما انا عارفة طالما ده مثلث متساوي الاضلاع يبقى الضلع بيساوي الضلع بيساوي الضلع. طالما عندي ضلع بيساوي الضلع بيساوي الضلع، او وتر بيساوي وتر بيساوي وتر، يبقى القوس بيساوي قوس بيساوي قوس. يبقى انا عندي الدايره اهي نفس الكلام جواها المثلث، ده قد ده قد ده، يبقى ده كده قد ده كده قد ده كده. الثلاث اقواس متساويين، يبقى انا هقول له ايه؟ القوس الدايره كلها ب 360 على كام؟ على التلاتة، يبقى القوس الواحد 120. طيب الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره، كلنا عارفين طالما في نص دايره يبقى انا عندي زاويه ايه؟ زاويه قائمه.
ألف باء ج د شكل رباعي دائري. قياس زاوية ألف ب3 من قياس زاوية ج. طيب نرسم أي شكل رباعي دائري اهو، وليكن ده اسمه ألف باء ج د. تمام. طيب أنا عارفة إن مس زاوية ألف زائد زاوية ج بكام؟ ب180 يا باشمهندس. ليه يا مس؟ عشان أنا عارفة من خصائص الرباعي الدائري كل الزاويتين متقابلتين مالهم متكاملتين. طيب ممكن أرفض رموز، أو ممكن أقولك إن مثلا ألف دي س، ومثلا ج دي مش هو قال لي إن ألف قد 3 من ج، فأنا هرفض ج هي اللي بس، خلينا ج هي س، هتبقى ألف ايه 3 س. خلاص س و3 س هتبقى 4 س هتساوي 180 على الأربعة تبقى السين الواحدة بكام؟ هتبقى السين الواحدة بكام؟ ها تبقى الواحدة يمس ب45. تمام. طيب تاني عملت ايه؟ انا قلت له ان زاوية، هو قال لي زاوية ألف قد ج 3 مرات، بدل بس ما اقول ألف وج والخبط نفسي، انا بحب س وص، فقلت له ان زاوية ج دي انا هفرضها يا عم بس. طيب فألف قد س 3 مرات، فج دي بس، تبقى ألف ايه؟ ألف 3 س. خلاص ما هي س و3 س لازم مجموعهم ب180، بس حلتها معادلة. او ممكن حد يشتغلها زي ما هي كده عادي، يقول لي ان ألف قد ج 3 مرات، فانا هشيل زاوية ألف واحط زاوية ألف واحط مكانها 3 من زاوية ج، هيبقى عندي زاوية ج زائد دي زاوية ج اهي زائد ألف دي هخليها 3 ج، تبقى ج زائد 3 ج يدينا 4 ج ب180، واقسم برضو على 4 يبقى الج الواحدة عندي بكام؟ 45. تمام. المسألة اللي بعدها مسألة جميلة، بيقول لي عندك ايه؟ بيقول لي ألف باء ده قطر. طالما قلت لي ان ألف باء قطر استفيد منها. هستفيد منها ازاي مس؟ طالما عندي قطر دور على زاوية زاوية محيطية، ولكن هنا للأسف ما عندناش زاوية محيطية مرسومة على قطر. طيب اقدر اقول له ايه؟ بيقول لي ألف باء قطر في الدايرة اللي عندي دي، وألف باء بيوازي ج د. طيب ده ب80 اللي القوس اللي اسمه ج د، والقوس اللي اسمه ألف هاء ب100. ماشي. هو عايز اول حاجة قياس زاوية د هاء باء، د هاء باء الزاوية دي، وزاوية ألف واو هاء الزاوية دي كمان. طيب نشتغل في الأولى الأول. مش ده قطر؟ طالما يمس قطر يبقى أنا عندي النص الدايرة اللي فوق 180 واللي تحت 180، مش كلها 360 يمس؟ صح يمس. يبقى اللي تحت 180 نص 360. طيب ما أنا عندي منها 80، يبقى أنا باقي كام؟ باقي من 180 100. طب ما هي طالما ده بيوازي ده، طالما عندي قطر وترين متوازيين، طالما في وترين متوازيين يبقى القوسين متساويين، يبقى القوس ده قد ده. طب ما هم اصلا ده وده ب100، يبقى ده كام؟ ده 50 وده 50. خلاص خلص. طالما ده 50 القوس ده 50، يبقى زاوية هاء دي زاوية ايه؟ زاوية محيطية، القوس بتاعها 50، يبقى هي كام؟ هي 25. اقول له بقى ازاي؟ اقول له بما ان ألف باء قطر في الدائرة، اذا قياس القوس اللي اسمه ألف ج باء مثلا، القوس اللي اسمه ألف ج باء مش الزاوية، هيساوي 180. تمام. وبعدين هقول بما ان قياس القوس اللي اسمه ج د بيساوي 80 درجة، اذا قياس القوس اللي اسمه ألف ج زائد قياس القوس اللي اسمه د ب بيساوي 100. وارجع اقول له ايه؟ بما ان ألف باء بيوازي ج د، انت قايل اذا طالما في عندي قوس بيساوي وتر بيساوي وتر بيوازي وتر، اذا عندي قوس بيساوي قوس، اذا قياس القوس اللي انت عايزه اللي اسمه ألف ج هيساوي قياس القوس اللي اسمه د ب. ممكن اسمي دي الاول اللي كانت فوق دي اسميها 1، واسمي دي 2. ايه؟ واحد ان ده زائد ده ب100، 2 ان ده بيساوي ده. خلاص. من ايه بقى؟ من 1 و2 انت عندك ايه؟ اذا قياس القوس اللي اسمه ألف ج هيساوي قياس القوس اللي اسمه باء د هيساوي كل واحد منهم بكام؟ ب50 درجة. اذا القوس ده ب50 والقوس ده ب50. تمام. وبعدين اذا اقول له قياس زاوية د هاء باء اللي انت عايزها هتساوي ايه؟ هتساوي 25 درجة. تمام. ده اول مطلوب، المطلوب الاول. طب المطلوب التاني عايز قياس زاوية ألف هاء الزاوية دي. والله الزاوية ده التمرين المشهور اللي هو ايه مس؟ اللي هو التقاطع جوه الدايرة. لو انا عندي اي تقاطع جوه الدايرة، كان عندي تمرين بيقول لي الزاوية اللي انت عايزها، اقول له قياس زاوية ألف وهاء هتساوي ايه؟ هتساوي نص مين؟ نص القوس اللي اسمه الزاوية دي اللي انا عايزاها، فنص القوس ده
زائد القوس ده. طالما التقاطع جوه الدايره يبقى مجموع، لكن لو بره كان الفرق. يبقى انا لو عايزه الزاويه دي هقول له نص القوس ده زائد القوس ده، يبقى نص ال100 زائد كام؟ نقول له الاول الف ه زائد د ب اللي هو عباره عن نص 100 زائد 50. 150 تبقى 150، يبقى نص في 150، يعني انا عندي هنا 75 درجة. يبقى الزاوية دي ب75. تمام. نشوف المسألة اللي بعدها. طيب بيقول لي برضو انت عندك الشكل ده اثبت ان هو ربع دائري. مديني الزاوية دي ب120 والزاوية دي ب60، وبيقول لي ان الضلع ده بيساوي الضلع ده. مش انا من المثلث ده كده اقدر اقول له طالما عندي ضلع بيساوي ضلع يبقى الزاوية بتساوي زاوية؟ صح؟ صح يا مس. هو اصلا انا عايزة ايه؟ والله لو قدرت اجيب ان في عندي زاويتين اصلا رباع دائري، عندي 3 حاجات ملهمش رابع. يا اما اثبت ان كل زاويتين متقابل، او عندي زاويتين متقابلتين متكاملتين، او عندي زاويتين مالهم زاويتين او مشتركتين متساويتين مشتركتين في نفس القاعده، او اثبت ان انا عندي زاويه خارجه بتساوي المقابله للمجاور. اي حاجه من الثلاثه. طيب انا هنا هقدر اثبت ايه؟ هنشوف. انا هقدر اثبت ان الزاويه دي انا هقدر اجيبها زائد الزاويه دي مجموع 180. طيب انا اقول له كده من المثلث اللي اسمه ايه؟ ب ج د. عم الحاج انت قايل لي ان ب ج، بما ان ب ج بيساوي د ج، اذا قياس زاوية ج ب د هتساوي قياس زاوية ب د ج. مش انت هنا عندك الضلع بيساوي الضلع، يبقى الزاوية بتساوي الزاوية. ده 60 يبقى ده كام؟ ده 60. بتساوي كام؟ بتساوي 60 درجة. طيب اذا على طول بقى قياس زاوية ب ج على طول، ج الكبيرة دي، ج دي هتساوي ايه؟ مش ده مثلث، دي 60 و60، اقول له 180 ناقص 120، 60 و60 هيديني كام؟ هيديني 60 برضو. اذا الزاوية دي ب60. خلاص اقول له كده بما ان قياس زاوية ج بتساوي 60 وقياس زاوية ألف 120، الزاوية دي ب60 واللي قصادها ب120، هما زاويتين متقابلتين متكاملتين. إذا الشكل اللي اسمه ألف باء ج د ده رباع دائري. زاويتان متقابلتان متكاملتان. إذا الشكل اللي اسمه ألف باء ج د رباعي دائري. المسائل السهلة برضو. نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي ألف باء قطر. نفس الكلام، طالما قال لي ألف باء قطر دور على زاوية محيطية مرسومة على القطر. هبص الاقي القطر اهو. فين الزاوية بتاعتي؟ اهي. الزاوية مالها دي يا مس؟ زاوية قائم. طيب نكمل. مديني ده ب110، بيقول لي اوجد قياس القوس اللي اسمه باء ج ده. عايزة قياس القوس اللي اسمه باء ج. طيب ركز معايا. مش احنا قلنا ان ده مثلث قائم والزاوية دي 90 يعني؟ انا عارفة ان الالف باء اللي تحت ده ب180، القوس اللي تحت، يبقى القوس اللي فوق نفس الكلام 180. طيب مش انا معايا ان الشكل اللي اسمه الف باء ج د رباعي دائري؟ مين يقول لي ليه؟ يا مس عشان كل اضلاعه على الزاويه على الدايره باينه. اقول لك صح. طيب هستفيد من خصائص الرباعي الدائري بقى. مش انت عندك ده ب110؟ هتقول لي اه يا عم. طيب خلاص تبقى بقى بكام؟ هتقول لي بقى 100 وكام؟ هنا 110 يبقى بقى ب70. 180 110 ناقص 180. طيب يبقى بقى بكام؟ بقى ب70. طيب هي مش باقي دي زاويه مالها؟ هتقولي يا مس والله باقي دي زاويه، باقي دي زاويه، باقي دي زاويه. ها زاويه ايه؟ هتقولي بس باقي دي زاويه محيطيه مرسومه على القوس اللي اسمه الف ج الكبير، والزاويه المحيطيه بتساوي نص القوس. يعني الزاويه دي لو ب70 يبقى القوس ايه؟ يبقى القوس الضعف، يبقى القوس كله بكام؟ 140. طب ما انا عارفه ان دي كلها ب180، لما خدنا منها 140 اللي هو اسمه الف ج كله، اتبقى من ال180 كام؟ اتبقى 40 بس. خلص يبقى القوس ده بكام؟ ب40. مسألة مفيش اسهل منها. كان ممكن اقول حل تاني، كان ممكن اقول حل تاني اهو. هتقول لي يا مس مش القوس ده 110، الزاويه دي ب110، اذا القوس المقابل ليه بكام؟ القوس المقابل ليه ب220. خدنا منهم 180، اتبقى عندي كام؟ اتبقى 40 اللي هو الضلع ده اللي هو القوس ده. ما انا عندي الزاويه دي كده مرسوم على القوس الكبير ده، الحته دي كده القوس ده اللي تحت ده 180، يبقى الجزء ده الباقي. طب ما هي اصلا 220 جبناها من الزاويه لان الزاويه ب110، هو 220. خلاص خدنا 180، يبقى الباقي عندك كام؟ الباقي عندك 40. طيب اقول له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقول له بما ان قياس زاوية أ د ج بتساوي 110،
بما ان الشكل ألف ب ج د رباعي دائري، إذن قياس زاوية ب اللي اسمها ألف ب ج هتساوي كام؟ هتساوي 70. 110 ناقص 80. طيب وبعدين طيب خلاص، بما ان دي ب70 إذن قياس القوس اللي اسمه ألف د ج، القوس اللي اسمه ألف د ج بكام؟ ب140 الضعف. هقول له ايه؟ هقول له بما ان ألف ب قطر في الدائرة، إذن قياس القوس اللي اسمه ألف د ب القوس الكبير بيساوي 180. طب احنا خدنا منها 140، يبقى قياس القوس اللي اسمه ج ب هيساوي 180 ناقص 140 هيساوي 40 درجة. طيب ونكمل. بيقول لي هنا دايرة مركزها م، قياس الزاوية دي ب115، عايز ده منتصف وده مماس، عايز قياس زاوية ه ألف د. من المسائل الجميلة برضه. طيب بص معايا كده، مش يمس م ده نزل نصف لأنه في المنتصف، هقولك اهو. وكمان يمس نزل ايه؟ مر بالمركز. طالما يمس مر بالمركز ونزل نصف، التالتة مين بتاعتهم؟ يبقى عمودي. خلاص يبقى ده عمودي كده، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب90. شكرا. عندك مماس وعندك نص قطر، نص القطر عمودي على مين؟ على المماس، يبقى الزاوية دي كمان 90. خلصت. عندك شكل رباعي اهو، 90 و90 و115 هطرحهم من 360 مجموع الزوايا الداخلة لأي شكل رباعي، صح كده؟ طيب اقول له ايه؟ اقول له بما ان م د او د منتصف، ماشي م د، لا خلينا د منتصف ج ب، اذا م د عمودي على ج ب، اذا قياس زاوية م د ب هتساوي 90. طيب وارجع تاني اقوله بما ان مين المماس؟ اسمه ايه؟ ألف ه مماس، اذا وخلينا واضحين وميم ها نصف قطر نق يعني، اذا قياس زاوية ميم ها ألف هتساوي 90. تمام، اللي هو اصلا ميم ها ده عمودي على مين؟ على ألف ها. تمام. قوله من الشكل اللي اسمه م د ألف ه، انا عندي زاوية م ب115، دي ب90 ودي ب90، هقوله قياس زاوية ألف هتساوي 360 ناقص 115 زائد 90 زائد 90 تطلع معانا بكام؟ هنحسبها دلوقتي. 90 و90 180، يعني هقوله 360 ناقص 115 وناقص ايه تاني؟ ناقص 115 و180 تطلع معانا بكام يا باشمهندس؟ ب65 درجة. هو المطلوب اثباته. نكمل اخر مسألتين معانا. بيقول لي في الشكل المقابل عندك ألف باء ج مرسوم داخل دايرة، عندك قياس الزاوية دي ب80، عايز قياس زاوية ألف باء ج. ألف باء ج كلها، صح كده؟ ألف باء ج. تمام. وبعدين عايز قياس القوس اللي اسمه باء ج الأكبر، باء ج الأكبر. تمام. هتقولي يا مس مش الضلع اللي اسمه ألف باء بيساوي الضلع اللي اسمه ألف ج؟ طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى قوس بيساوي قوس، يبقى زاوية بتساوي زاوية. حلو، يعني زاوية مين بتساوي زاوية مين؟ هتقولي يا مس زاوية ب هتساوي زاوية مين؟ هتساوي زاوية ج، الكبيرة والكبيرة يعني. طيب يا مس نعم، مش انت عندك من المثلث اللي اسمه ب م ج، صح؟ المثلث ده ماله؟ هتقولي مثلث متساوي الساقين. ليه؟ عشان م ب وم ج انصاف اقطار. هتقولي م ب هيساوي م ج، ليه؟ انصاف اقطار. وبعدين انت معايا زاوية هنا بكام؟ ب80. طالما دي انصاف اقطار يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. طيب ده 180، اذا اقول له قياس زاوية م ب ج هتساوي 180 ناقص 80 على الاتنين، يعني 100، يعني الزاوية بكام؟ 50، يعني دي ب50 ودي ب50. اذا اهو ده اول مطلوب، قياس زاوية. لا هو ماشي، لسه جبنا عندي دي 50 بس. ماشي دي 50 ودي ايه؟ دي 50. هتقولي يا مس والله برضو انا لسه جايبه الصغيره دي، هو عايز الزاويه كلها. هتقولي يا مس ماشي، مش انت عندك الزاويه دي ب50 ودي ب50، وانت عندك الزاويه دي زاويه ب80، دي زاويه ايه؟ زاويه مركزيه.
فين القوس بتاعها؟ هتقولي اهو. الزاوية المركزية بتساوي ايه؟ بتساوي قياس القوس. القوس ده ب80. هتقولي يا مس اما الدايرة كلها كام؟ 360. انتي خدتي منها 80 صح ولا ايه؟ يبقى تقولي يا مس القوس الباقي. هتقولي 360 ناقص 80 يطلع بكام يا عم الحاج؟ يطلع 280. طيب يبقى باقي القوس ب280. انا هقسمه، مش هو الضلع بيساوي الضلع يبقى القوس بيساوي القوس؟ يبقى ده زائد ده ب280. يبقى هقسم 280 على 2 يديني الواحد بكام؟ ب140 واتحلت. طب واحدة 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 واحدة. ماشي. بسم الله كده هقول له ايه؟ بص معايا كده، انا هقول له ايه؟ بكل بساطة انا هقول له والله يا عم الحاج انت قايل لي ان بما ان قياس زاوية ب م ج بتساوي 80، اذا قياس القوس اللي اسمه ب ج هيساوي 80. طيب اذا على طول برضو قياس القوس الكبير اللي اسمه ب ا ج، القوس الكبير كله بكام؟ هقول له 360 هناخد منهم ال80 يتبقى لي كام؟ قلنا 280. يبقى القوس الباء ج باء ا ج الاكبر بكام؟ 280. طيب ده المطلوب على فكرة التاني، هو عايز باء ج الاكبر. طيب ما جبناش برضو زاوية ا باء ج باء ج. تقول لي مثلا سهله، مش القوس كله ب280؟ يبقى قياس اذا بما ان برضو ا باء، بما ان ا باء بيساوي ا ج، اذا قياس القوس اللي اسمه ا باء بيساوي قياس القوس اللي اسمه ا ج. طالما الضلع بيساوي ضلع يبقى القوس بيساوي قوس. اذا القوس الواحد بكام؟ اذا قياس القوس اي قوس منهم بقى وليكن ا ج هيساوي كام؟ 240 على 2 يعني 280، يبقى 140. يبقى القوس ده ب140 والقوس ده ب140. خلاص. مش انت عايز الزاويه ده؟ على فكره من غير ما كنا جبنا التمانينات دي مش محتاجينها على فكره، ماشي الخمسينات قصدي، مفيش مشكله. اذا الزاويه دي هتساوي ايه؟ الزاويه دي اهي بص على القوس اللي اسمه ا ج، يبقى قياس زاويه ا باء ج هتساوي نص قياس القوس اللي اسمه ا ج، هتساوي نص 140 هتساوي 60 70. بس كده. يبقى الزاويه ب70 وباء ج الاكبر ب280. ماشي نكمل اخر سؤال. بقول له قياس ا ج بيساوي القوس اللي اسمه ا ج بيساوي القوس اللي اسمه ا ب، وقياس زاوية ا دي ب40. عايز قياس زاوية ج م ا ج م ج ا م سوري ماشي ج ا م الزاوية دي ج ا م. هتقولي بس نفس الكلام ده الضلع ده بيساوي الضلع ده ليه؟ انصاف اكتر. الزاوية دي ب40 تبقى الزاوية دي بكام؟ ب40 مجموعهم كام؟ 80 يبقى الزاوية اللي فوق دي كام؟ 100. ماشي. وبعدين اقدر اقول له ايه يا مس الزاويه دي 100 يبقى القوس اللي تحت ده كام؟ 100 قد الزاويه. طيب الدايره كلها 360 خدنا منها 100 بقى معايا كام؟ بقى معايا 260. تمام كده. طيب وبعدين اقول له 260 على الاتنين ليه يا عم؟ عشان هو قال لي ان القوس بيساوي القوس. يبقى ده كده 130 وده 130. تمام شكرا. خلاص ده 130 ده 130. مش انت عايز الزاويه هو عايز الزاويه الصغيره لوحدها وعايز زاويه ج م ا ج الف ميم. ماشي الزاويه دي كده ماشي. انا ممكن اجيبها بطريقتين. مش انت عندك الزاويه دي كده ب40 والزاويه كلها هتبقى بكام؟ هتبقى نص ال130 صح؟ عشان دي ايه؟ عشان يمس دي ايه؟ عشان دي محوطيه وعمتك ده القوس فدي بتساوي نص القوس. طيب القوس كله 130 يبقى الزاويه كلها بكام؟ نص 65 يبقى دي 65 الزاويه دي. خدنا منها 40 يبقى معايا الزاويه اللي عندك دي 25. واحده واحده بقى نقول له ايه؟ هنقول له من في المثلث من المثلث اللي اسمه ألف، المثلث الألف باء ميم، بأن قياس زاوية ميم ألف باء بتساوي 100 بتساوي 40 قصدي. إذا قياس زاوية باء هتساوي 40 برضو. بس لازم أقوله إن ألف ميم هيساوي ميم باء أنصف أكتر. طيب وبعدين إذا قياس الزاوية اللي انت عايزها اللي اسمها ألف ميم باء هتساوي كام؟ 140 180 ناقص 80 هتساوي 100. الزاوية دي ب100. إذا قياس القوس اللي انت عايزه اللي اسمه ألف باء هيساوي 100 قد الزاوية. طيب إذا قياس القوس الكبير اللي اسمه ألف جيم باء كله بكام؟ 360 ناقص 100
يديني 260. بما ان بقى ايه، قياس القوس اللي اسمه أ ج بيساوي قياس القوس اللي اسمه ج ب، اذا قياس اي واحد منهم، خلينا في اللي احنا عايزينه اللي هو قياس ج ب، هيساوي 260 على الاتنين، يطلع معايا بكام؟ 130. وبعدين خلاص، اذا قياس زاوية أ كلها نصها عشان دي محيطية، تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ب65. طيب بما ان اصلا الزاوية دي كده ب40، بما ان قياس زاوية م أ ب بتساوي 40، اذا على طول بقى قياس زاوية اللي انت عايزة اللي اسمها ج أ م هتساوي 65 ناقص 40 يديني 25 درجة. هو المطلوب اثباته. امتحان فيه افكار جميلة جدا. اشوفكم على خير.